في الخلافات الزوجية، يا ترى مين الظالم ومين المظلوم؟ يا ترى الزوج هو اللي ظالم والزوجة هي المظلومة، ولا الزوجة هي اللي ظالمة الزوج؟ أقول لكم على حاجة، تعالوا بينا نشوف الفيديو ونعرف الإجابة. في البداية كده مفيش علاقة زوجية بين أي زوجين إلا وبيحصل فيها خلافات أو مشاكل، لكن شكل المشكلة ونوعها بيختلف من زوجين لزوجين. الجواز يا جماعة عبارة عن رحلة جميلة لازم يستمتع بيها الزوج والزوجة عشان يقدروا يحققوا أحلامهم المشتركة. والخلافات الزوجية عمرنا أبدا ما هنقدر نتجنبها لأنها جزء أساسي في العلاقة الزوجية، لكن نقدر نتعامل معاها ونحلها ونتخطى أثرها لو كل طرف فهم كويس إيه هي حقوقه وواجباته. يعني مثلا لو جينا بصينا على الستات هنلاقي كتير قوي من الستات بتعلي صوتها على أزواجها، كتير قوي ما عندهمش أي نوع من الاحترام لأزواجهم، بالرغم إن ربنا حط أهمية كبيرة قوي للراجل. بس هل بقى الست بتحط الراجل في المكانة دي؟ لا طبعا، دي بتحطه راس براس، بتعاند فيه وبتقارن نفسها بيه كأن هما الاتنين رجالة وبيتنافسوا مع بعض، وده مش صح. لازم الست تقتنع كويس بدور الراجل وبقوامته وبأهميته. ومن الناحية التانية تيجي تبص على الراجل هتلاقي ربنا أمره بأنه يكون رحيم مع الست، إنه يكون كريم معاها، يكون متفاهم، يكون عنده رحمة وحب وحنية. لكن للأسف كتير قوي من الرجالة بخلة، كتير ما عندهمش مشاعر، كتير ما عندهمش ذرة رحمة. رجالة كتير قوي بيستحقروا الستات وبيهينوهم وبيهينوا كرامتهم. الأساسيات أصلا في نجاح العلاقة الزوجية لا هي اتبعتها ولا هو اتبعها، فبالتالي بيبقى في خلل في العلاقة. الخلل ده مع الوقت بيعمل فجوة، الفجوة دي بتفضل تكبر وتكبر لحد ما في الآخر بيحصل انهيار وما بيقدروش يكملوا مع بعض، واللي بيتظلم في الآخر هما الأطفال. الخلافات الزوجية حاجة طبيعية في أي علاقة زوجية. الخلافات الزوجية مش معناها نهاية العلاقة. الخلافات ممكن تكون فرصة، ممكن تكون فرصة نتعلم منها ونستفاد ونحسن بيها العلاقة الزوجية. الحب والاحترام والتقدير والصبر هي دي المفاتيح الأساسية يا جماعة، هي دي المفاتيح اللي بتخلينا نقدر نحل أي خلافات زوجية، هي دي المفاتيح اللي بتخلي العلاقة الزوجية علاقة صحية وسعيدة. قلة الاحترام والتقدير بين الزوجين بتسبب مشاكل كتير. التفاهم والتسامح والاحترام بيقووا العلاقة الزوجية، بيخلوا في توافق بين الزوجين. متطلبات الحياة والضغوط اليومية والمسؤوليات بتأثر على العلاقة الزوجية، وظروف الحياة بقت صعبة يا جماعة، والدنيا مش مستاهلة والله. حبوا بعض واحترموا بعض وراعوا مشاعر بعض، خليكوا رحماء ببعض، اسمعوا بعض، خلي بينكم تفاهم ورحمة ومودة، واعرفوا كويس إن المظلوم الحقيقي في الخلافات الزوجية هم الأطفال. وبس كده يا جماعة، من غير كلام كتير، سلام وأشوفكم على خير.